الراجل ده دخل البيت لقى مراته حاطه الاكل وقاعده بتاكل، اتعصب عليها جدا. قال لها انت بتعملي ايه؟ ازاي تحطي الاكل وتاكلي من غير ما تنادي عليا؟ مش المفروض اجي انا الاول واقعد اكل وبعدين انت تاكلي؟ قالت له لا طبعا مش مفروض. مين اللي فرض ده؟ وليه استناك؟ قال لها علشان انا جوزك. قالت له انت مش جوزي. قال لها ايه الكلام ده؟ لا انا جوزك غصب عنك. اخر مره تعملي كده الاكل يتحط وبعدين انا اجي اكل، وبعد ما انا اخلص اكل انت تاكلي. فابنهم جه قال لهم في ايه؟ في حاجه حصلت؟ ابنه قال له يرضيك امك حطت الاكل وقعدت تاكل قبل ما نبدا الاكل واكل انا، المفروض هي تاكل بعدي. قال له ليه الكلام ده؟ وقال له مفروض ليه؟ قال له عشان انا رب الاسره. قال له رب الاسره؟ انت بتتكلم بجد يا بابا؟ هي رب الاسره دي بالكلام؟ طب انا هسالك سؤال، انت عمرك صرفت علينا سنت واحد؟ انت تعرف عننا حاجه اساسا؟ انت مشيت من 20 سنه وسبتنا لوحدنا. كنت في وقتها غني جدا واتجوزت وصرفت على ولاد مراتك وكبرتهم. عمرك رفعت سماعه التليفون ولا كلمت امي ولا حتى سالت عليا؟ انت تعرف احنا كنا عايشين ازاي؟ تعرف امي دي عملت ايه علشان تكبرني؟ انت مشيت وسبتنا وامي حامل فيا، حتى ما سألتش هي خلفت ايه ولا جابت ولد ولا بنت. امي دي كانت بتنزل تشتغل وهي حامل 3 شغلانات علشان تقدر توفر مصاريف العملية، وانت في الوقت ده كنت عايش مع مراتك التانية بتصرف عليها وبتصرف على ولادها. ما فكرتش حتى تسألها انت عايشة ازاي؟ بعد كل الكلام اللي قاله الولد والأب ولا كأنه سمع حاجة، بيمد إيده وبياكل عادي جدا. فهنا الابن قال لوالده وكمان مش مهتم بالكلام وبتمد إيدك وبتاكل، قال له بقول لك ايه يا ابني، انت دلوقتي بتعمل معايا كده لأني ضعيف وعارف ان ماليش مكان تاني غير معاكو، فبتحاول تكسرني. قال له انا اكسرك؟ ده انت كسرتني من زمان جدا، ده انا بعتبرك جوز امي، انا عمري ما شفتك. على العموم الاكل اللي موجود تاكله وما تقولش ده حلو ولا وحش، ومفيش اي كلام بيني ما بينك، ولو مش عاجبك الحال تقدر تمشي عادي جدا زي ما مشيت قبل كده، ولا اقولك انا مش هتحمل وجودك معايا. اتفضل اخرج من البيت. وطرد والده من البيت. اللي بيحب نفسه بيصحى في يوم بيلاقي نفسه لوحده، لا بيت استناه ولا ابن نسي غيابه. فايه رأيكم في اللي عمله الابن مع والده؟ كان المفروض يسامحه ولا اللي عمله ده صح؟ منتظر ردكم في التعليقات، وصلوا على النبي.